السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. وبهذه المناسبة كنقول لكم عشركم بروكات، الله يدخل عليكم هذه الايام المباركة بالصحة والسلامة وباش تمنيتوا ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم وصفة ديال غريبة المعلكة، اقتصادية ولذيذة. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وندوزو مباشرة باش نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير، عندي 125 غرام ديال الكوك مزيت، عندي 500 غرام ديال الكاوكاو الرقيق اللي سخنته مزيان في الفران، ما حمرتوش، سخنته مزيان باش طحن ليا مزيان على هذا الشكل. بالنسبه لباقي المكونات، عندي 2 خمارات، عندي 2 ساشيات ديال الكاكاو، نص كاس ديال المزهر، كاس ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الكونفيتور، معلقه كبيره ونص ديال الكونفيتور ديال الحلوى داك الجاري، وعندي 4 البيضات. غادي ناخذ هنايا 4 البيضات، غادي نضيف عليهم كاس ديال السكر سنيده، وغادي نضيف عليهم نص كاس ديال المزهر، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى يتجانسوا. يعني كيف ما كتلاحظوا، يعني مقادير يعني بسيطه، وصفه اقتصاديه ولذيذه في نفس الوقت. غادي نستمر هكا، نبدا نخلط في البيض مزيان حتى يتجانس مع السكر سنيده والمزهر. وغادي نضيف هنايا معلقه كبيره ونص ديال الكونفيتور ديال الحلوى، الكونفيتور اللي كيكون جاري، وغادي نستمر هكا بالتحريك، يعني غير بيدي. غادي نخلط مزيان، ومن بعد غادي ندوز يعني غادي نضيف كاوكاو كيف ما كتشوفوا، يعني كاوكاو الرقيق عندي 500 غرام، نص كيلو ديال الكاوكاو الرقيق اللي سخنته مزيان في الفران، ومن بعد طحنته بقشورو. يعني ما يعني تيتطحن هكايا مزيان، ماشي معلك، وانما على كيف ما كتشوفوا هكا في الفيديو. كنتمنى الفيديو يكون واضح. صافي، وتنخلطوا هكايا المكونات كاملين، نخلطوهم مزيان، ومن بعد عاد غادي نضيفوا باقي المكونات. عندي هنايا 125 غرام ديال الكوك الميدم، غادي نضيف هكا نص كميه، وغادي نخلط، ومن بعد عاد غادي نضيف الكميه اللي بقات ليا من الكوك. دابا غنضيف الكميه اللي بقات لي ديال الكوك، وغادي نستمر بالتحراك هكايا بالتخلاط غير بيدي. نحاول انني نبقى نعلكها هكايا بيدي، نعلكها مزيان. صافي، ومن بعد غادي يبقاو لي عندي غير الخماره والكاكاو. الكاكاو الا كنتو بغيتو يعني كيبقى اختياري، والكاكاو كيعطينا تعطينا مذاق، وتيزيد المعلكه، تيزيد لا تعطيها المنظر اكثر. وصافي كنستمر على هذا الشكل، كنبدا نعلك هكا مزيان في الخليط ديال المعلكه، كنخلطو مزيان بيدي. ومن بعد دابا غادي نضيف الخميره ديال الحلوى، عندي 2 اكياس ديال الخميره ديال الحلوى، غادي نضيفهم هكايا في يعني دقه واحده. وغادي نضيف 2 اكياس ديال الكاكاو، غادي نضيف الكيس الاول، وغادي نخلط. عاد من بعد غادي نضيف الكيس الثاني ديال الكاكاو. يعني كيف ما قلت لكم، الكاكاو تعطي واحد اللون زوين مع العجينه، تتولي واخده اللون ديال الكاكاو. من بعد فاش كنديرو في السكر كلاصي وكطيب، تعطينا شكل زوين. ودابا غادي نضيف الكيس الثاني اولا الساشيه الثانيه ديال الكاكاو، وغادي نحرك هكا مزيان، غادي نخلط مزيان حتى يتجانس الكاكاو مع العجينه. وصافي غادي نستمر هكايا حتى يتجانسوا المكونات كاملين. ومن بعد غادي نخلي هاد العجينه، يعني غادي نغطيها واحد شويه باش ما تشربش ليا، على ما نوجد السكر كلاصي والمزهر والكاوكاو باش غادي نزين.
ومن بعد غادي ندوز باش نشكلها. الطريقه راه ساهله، والبوطه راني شعلتها من قبل، الفران راني شعلته من قبل حتى يسخن الفران مزيان. ومن بعد ما وجدت المكونات اللي غادي نزين بهم العجينه ديال المعلكه، وصافي غادي نحيد عليها البلاستيك الغذائي. انا غطيتها غير باش ما تشربش ليا. ودابا غادي نبدا ندير يدي هكايا في المزهر، وغادي نبدا ناخذ هكا كميه ديال العجينه ونشكلها على هكا شكل كرات. يعني كيبقى يعني العبار اختياري. انا اختاريت انني ندير الحبات شويه صغار كيعطيو تيكون الشكل زوين. ومن بعد غادي نبدا ندير كويرات غادي نحطهم مباشره في السكر كلاصي. المزهر كيعاوننا كنديرو في يدينا، كيعاوننا باش ما تلصقش لينا العجينه في يدينا. صافي غادي نستمر هكايا نبدا نشكل في الكويرات ديال المعلكه. كيف ما كتشوفوا ان اللون ديال يعني العجينه كتاخذ اللون ديال الكاكاو، تيجي المنظر ديالها زوين. وغادي يزيد يزيان. من بعد ما غادي نديرو ليه السكر كلاصي. بالنسبه للسكر كلاصي يكون سبيسيال احسن. صافي وغادي نستمر على هذا الشكل حتى يعني حتى ندير واحد الكميه. ومن بعد عاد غادي نفندها مزيان في السكر كلاصي، وغادي نزينها بالكاوكاو. يعني خديت واحد الكميه ديال الكاوكاو من بعد ما درتو، من بعد ما حيدته من الفران خديت كميه هكايا للتزيين. وغادي نشد هكايا الكرات ديال العجينه، وغادي اولا ديال المعلكه. غادي نبدا نديرهم هكا في السكر كلاصي مزيان حتى يتغطاو مزيان. ومن بعد غادي ناخذ لاطه غادي ندير فيها ورق الزبده، وغادي نستف فيها دوك الكرات ديال المعلكه. كيف ما كتشوفوا الطريقه راه ساهله. ونحاولوا اننا نلبسوهم مزيان، الكرات نلبسوهم مزيان بالسكر كلاصي. صافي ومن بعد غادي ندوزو باش غادي نزينوهم هكا بالحبات ديال الكاوكاو. كل حبه غادي نديرو لها حبه ديال الكاوكاو، كاوكاو رقيق مقشورو، نزينو هكايا من الفوق. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. يعني وصفه راها سهله وناجحه، وهاد المعلكه كتجي لذيذه. وغادي نستمر على هذا الشكل حتى نكمل الكميه ديال العجينه اللي عندي كامله. كيف ما كتشوفوا انا درت هكايا كويورات صغار على هذا الشكل. كيبقى لكم الاختيار، ونحاولوا اننا فاش نديرهم في اللاطه نبعدوهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال غريبه المعلكه. كتجي لذيذه مقومه ومعلكه واقتصاديه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. غادي نبقاو دائما في حلويات العيد، وكنقول لكم عواشركم مبروكه. لا يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه، وكنقول لكم بسلامه.